بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأنه جري بتاريخ يوم الخميس 12 تنبير الجاري تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة إمبوكس في المغرب. وأوضحت الوزارة ضمن بلاغ لها أن الحالة تم اكتشافها ضمن البروتوكول الصحي المعتمد بالمملكة منذ بداية هذا الإنذار الصحي العالمي، حيث خضع المصاب للرعاية الصحية اللازمة في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة مراكش، وهو في حالة صحية مستقرة لا تستدعي القلق. ووفق الوزارة يتلقى المصاب الرعاية الطبية المناسبة وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، ويخضع للمراقبة الطبية الدقيقة لضمان استقرار حالته. كما تم تفعيل إجراء العزل الصحي والمتابعة الطبية اللازمة وفقا لمعايير الصحية الوطنية والدولية. ومباشرة بعد التوصل بالنتائج التحاليل المخبرية للحالة المؤكدة، أردف البلاغ باشر المركزان الوطني والجهوي لعمليات الطوارئ الصحة العامة، بالإضافة إلى فرق الاستجابة السريعة التحريات الوبائية المعتمدة من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس ووفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية. ولم تظهر على المخالطين أي أعراض حتى الآن. وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني وإخباره بكل المستجدات المتعلقة بالوضع الوبائي بانتظام، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الإنذار الصحي العالمي. ودعت الوزارة المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة، مع الالتزام بالتدابير الوقائية الموصى بها مثل غسل اليدين بانتظام وتجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم، والحرص على النظافة الشخصية. فضلا منكم وليس أمرا مني، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم أي جديد. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.